طول الطريق. فقدتي زوجك في السنوات الأولى بعد زواجك لا، في الأشهر الأولى. في الأشهر الأولى بعد شهر و22 يوما توفى ربي يرحمه. صلينا الفجر كيف ورجع تكا هكذا نص ساعة بعد الفجر حبس قلبه الله يرحمه أمام عيني هكذاك، ورفت له يدو قلت له شهدت له وطلعت الفوق هكذاك. ما اقتنعتش، قلت ممكن جلطة، ممكن علاش ما ندوهش المستشفى أفضل. كي كنا مدينة المستشفى طول الطريق وأنا ندعيه. طول الطريق آسفة يعني. معليش خذي راحتك. كنت نقول يا رب أعتذر وأنا آسف أنه ربما ذكرت هذه المحطة اللي كانت حاسمة وفاصلة في حياتي. لا شوف، هذا الأمر مهما جازت مرت السنوات كانوا يقولوا لي الوقت كفيل. صح الوقت كفيل أنك تعيش حياتك لكن باش تنسى بعض اللحظات وبعض المواقف مستحيل. صح. يترسخوا في الذاكرة. كنت نقول يا رب معليش جلطة يتعوق ما يموتش. كي وصلنا المستشفى طبيبة قالت لنا خلاص ربي يرحمه. رحت في اللفظ صح فشلت، لكن قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والحمد لله أول حاجة نترحموا عليه. الحمد لله. حييوك. فأنت سيدة لديك قيمة كبيرة جدا وهذا الذي نشاهده اليوم من الله. وفعلا يعني كان العوض من الله عز وجل. الحمد لله. هو جنى هبة الرحمن.